طيب في الفترة الأخيرة في شركة صينية اسمها ديب سيك عملت ضجة كبيرة جدا في مجال التكنولوجيا. الشركة دي ببساطة طورت نموذج AI جديد اسمه R1، واللي قدر إن هو يتفوق على النماذج التانية اللي بتقدمها شركات زي OpenAI اللي هم عاملين شات جي بي تي. طيب المشكلة فين دلوقتي أو الضجة دي حصلت ليه أصلا؟ خليني أقول لك يا سيدي. الموديل الجديد ده هو فري وكمان open source، يعني أي حد يقدر يحمله ويستخدمه على جهازه عادي جدا، ومش محتاج أي أجهزة غالية أو معقدة زي ما كان بيحصل قبل كده. وده بيختلف طبعا عن المودلز اللي كانت موجودة قبل كده، لأنها كانت بتحتاج أجهزة قوية جدا عشان تشتغل، والأجهزة القوية دي بطبيعة الحال بتبقى مكلفة جدا وغالية جدا. الشركات الكبيرة زي انفيديا اللي كانت بتكسب فلوس كتير جدا من بيع البروسيسورز القوية لمجال الذكاء الاصطناعي، الشركات دي مرة واحدة بدأت تخسر في البورصة. ليه؟ لأن الناس مش هتحتاج تشتري المعالجات الغالية دي تاني، في ظل إن ظهر موديل زي R1 اللي يقدر يشتغل على الأجهزة العادية عادي جدا. وده طبعا خلى شركات التك الكبيرة مرعوبة جدا، لأنهم كانوا معتمدين على إن الذكاء الاصطناعي هيفضل محتاج أجهزة وإنفراستراكشر قوية جدا وغالية، وده بيضمن لهم أرباح كبيرة. بس مع التطور اللي حصل ده ممكن يخلي التكنولوجيا دي متاحة للجميع بسهولة جدا، والشركات دي بالتالي هتخسر سيطرتها على السوق، وبالتالي هتخسر فلوس كتير جدا. كمان الشركات زي اوبن اي اي بتحاول تواكب التطور ده بان هي بتقدم موديلز مجانية للناس، وكمان بتحاول تضيف ميزات جديدة زي اوبريتور اللي بتسمح للاي اي ان هو يتعامل مع المتصفح بتاعك ويعمل المهام بتاعك بالنيابة عنك. بس الفيتشرز دي مش متاحة طبعا للجميع، وكمان الاشتراكات بتاعها بتبقى غالية جدا، بتوصل ل $200 في الشهر. في الوقت نفسه ديب سيك مش بس عملت الموديل اللي هو R1، لا كمان عملت موديلز تانية زي هانيو 3D اللي بتقدر ان هي تعمل 3D موديلز بسهولة جدا، وده بيساعد ناس كتير جدا في مجالات زي الهندسة والجرافيكس والحاجات دي. نرجع تاني ل R1. دلوقتي زي ما قلنا هو فري وممكن اي حد مننا يقدر يستخدمه. لو دخلت على موقع ديب سيك، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، هتلاقي دلوقتي بقى فيه فيتشر ان انت تفعل ال R1. بس للأسف بسبب الضغط الكبير والهجمات المتكررة عليه السيرفرات بتاعته بتقع والناس مش بتعرف تستخدمه كويس. بس زي ما قلنا قبل كده انه اوبن سورس، يعني ايه؟ يعني نقدر ان احنا نحمله عندنا على اللابتوب او الكمبيوتر بتاعنا ونستخدمه بكل حرية ومن غير ما نقلق من حوار السيرفرات ومشاكل الانترنت والكلام ده. خلينا اشرح لكم ازاي دلوقتي. عندنا تول اسمها اولاما، دي اللي هتساعدنا ان احنا ننزل ونشغل الديب سيك R1. هسيب لكم الموقع ده في الديسكريبشن تحت. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نعمل له داونلود. اوكي، هنيجي هنا ونعمل داونلود مثلا فور ويندوز، هنلاقيه بدأ معانا اللي هو ينزل هنا. بعد ما ينزل هنبدأ نشغل السيت اب بتاعنا، هيشغل لنا كده، وبعدين نعمل انستول. اوكي، بعد ما الانستول بيخلص نلاقي ان هو اشتغل معانا بالباك جراوند على طول، هنلاقي ان هو شغال معانا هنا. اوكي، طيب بعد ما نزلناه دلوقتي واشتغل معانا في الباك جراوند، هنروح نشغل الكوماند لاين، نكتب CMD. اوكي، هنلاقي فتح معانا الكوماند لاين كده. نيجي دلوقتي نتأكد اللي هو نزل، هنكتب اولما شارتا فيرجن، هنلاقي ان هو متعرف عليه بيقول لك الفيرجن بتاعك كذا. دلوقتي محتاجين ان احنا ننزل ديب سيك على الجهاز بتاعنا. اوكي، هنروح نكتب الكوماند ده في التيرمينال ونتك انتر. دلوقتي هيبدأ ينزل معانا ديب سيك، هو 4 جيجا. اوكي، بعد ما استناه شوية دلوقتي نزل وسكسس خلاص. بعد ما نزل خلاص تعالوا نجرب نشغله. اوكي، هنكتب الكوماند ده في التيرمينال برضو، ولما رن ديب سيك. اوكي، تك انتر. دلوقتي بيعمل له راننج. بعد ما استنينا شوية دلوقتي هو شغال معانا عادي جدا. ممكن دلوقتي نكتب أي مسج عاوزينها، ممكن hello R1. هو بيعمل computing ويسync ويرد علينا عادي جدا. اوكي، ودلوقتي بقى عندنا حرفيا ديب سيك R1 الموديل الجديد على الجهاز بتاعنا عادي جدا. اوكي، وده طبعا جيت هاب بتاع اولاما، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، عشان لو حد حابب يستخدم كوماندز منه او ان هو يعرف ازاي يتعامل مع الاي اي من الكوماند لاين، فيلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. دلوقتي هنروح لنقطة مهمة جدا، وهي ازاي نشغل الموديل بتاعنا اللي هو R1 على الفيجوال ستوديو كود. طيب أول حاجة هنروح على الاكستنشنز هنا، وهنسرش على كود جي بي تي. هيلاقي إن أول حاجة ظهرت معاه اللي هو كود جي بي تي ده، هيضغط عليه وهيلاقي هنا زرار انستول، فيعمل انستول ليه. وبعد ما يعمل انستول هيلاقي إن هو ظهر معاه، فيضغط هنا. نكبر دي شوية كده. طبعا هيبدأ الأول يطلب منك إن أنت تعمل لوجن وكده، فأنت اعمل لوجن سواء بجيت هاب أو بالجيميل أو أي حاجة. طيب أول ما نعمل لوجن هنلاقي إن هو ظهر معانا الشاشة دي كده، فهنيجي هنلاقي إن هو بيقول لي هنا select your AI. هنروح هنا هنلاقي فوق كده في كلمة local LLMs، فنتك عليها هنلاقي على طول الديبسيك R1 معمول له انستول هنا عادي جدا. اوكي، فهنضغط عليه
وبكده نقدر نستخدم ال R1 عندنا عادي جدا ونكلمه من هنا وهو لوكال على الكمبيوتر بتاعنا. حاجة كمان، لو احنا عاوزين ال R1 ان احنا نستخدمه في الاوتو كومبليت او كده في الكود بتاعنا، فاحنا هنلاقي هنا الستورز دي، فهنتك عليها اللي هو الاوتو كومبليت سيتنجز. هتك عليها هنلاقي الزرار كده اللي هو disabled في الاول، فهنعمل له enable. هنلاقي هنا ال AI models، فاحنا المفروض هنيجي هنا نختار ال AI model بتاعنا، فهنلاقي إن عندنا الموديل بتاع الديب سيك كودر بيز ده اللي احنا هنستخدمه. لما تختاره كده فانت تقدر تستخدمه حرفيا في الكود بتاعك ان هو يعمل لك اوتو كومبليت او كده. وبس كده، وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده. لو عجبك متنساش لايك شير سبسكرايب، وسلام.